من أراد الفلاح وأن يرث الجنان أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صفاتهم الإيمان، حققوا الإيمان، وكان بعد تحقيق الإيمان أن صدقوا الإيمان بالعمل، فالعمل داخل في مسمى الإيمان. ونقف هذا اليوم وهذه الليلة مع موضوع عظيم معاشر الأحباب، فلا الساعة ولا الساعتين تكفي لعرضه، ولكننا نريد أن نحيط ببعض معانيه. الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول الوقفات، أعظم نداء تسمعه في الحياة نداء يدعوك لكي تقف بين يدي العظيم جل وعلا. أعظم دعوة في الحياة لا أن تدعى لمقابلة عظيم من العظماء، ولو كان سيكسوك ذهبا أو يعطيك من المال ما لا حد له. أعظم دعوة للقاء تسمعها وأنت فوق الأرض يوم أن تدعى بحي على الصلاة، حي على الفلاح، وقبلها يقول المؤذن لك مذكرا أن الله أكبر. الله هو الكبير المتعالي جل وعلا، يدعوك لبيته، يدعوك للقائه، يدعوك وهو الغني عنك، يدعوك لأن تقف بين يديه قائما قانتا، وقوموا لله قانتين. أعظم الدعوات معاشر الأحباب أن تسير بخطى خاشعة وبقلب مخبت منيب للقاء الله. أسمعت لقاء الله؟ إي والله، إننا قبل دقائق كنا بين يدي الملك جل وعلا نناجيه، كشف الله الحجاب بيننا وبينه، فور أن رفعنا الأكف مبسوطة إلى القبلة وحاذينا بها المناكب أو حاذينا فروع الأذنين، يوم أن قلت الله أكبر انكشف الحجاب بينك وبين الله. الله جل في علاه تلقاء وجهك. هل هناك أعظم من هذا اللقاء؟ لا وربي. ولذلك أهل الإيمان، أهل السعادة، وهم الذين كلما حزبتهم الدنيا بهمومها وضاقت عليهم مناكبها وحزنهم أهلها فزعوا إلى الصلاة. صلى عليك الله يا علم الهدى ما تعاقب الليل والنهار. كان إذا حزبه أمر دعا بلال أن ينادي بالصلاة. الصلاة صلة بينك وبين ربك، ولذلك إذا تكلمنا عن روح الصلاة وهي الخشوع نتكلم عن عبادة أراد الله لعباده أن تعرج أرواحهم وهم على أديم الأرض إليه إذا وقفوا فوق الأرض. ولذلك الصلاة ما فرضها الله في الأرض، جميع شرائع الإسلام، حج، صوم، صدقات، نوافل، كل الطاعات فرضت على وجه الأرض إلا الصلاة. يرفع الله محمد عليه الصلاة والسلام إلى مكانة لم يصل إليها الأنبياء ولا الملائكة المقربون، حتى سمع صريف الأقلام وسمع كلام الرحمن، وكلف بأمر بالصلاة 50 فخففت إلى 5 وبقي أجرها 50. لماذا في السماء؟ حتى إذا سجدت في الأرض تعرج هذه الروح إلى الله كما عرج بمحمد عليه الصلاة والسلام، حتى تذوق لذة المناجاة ولذة الوقوف بين يدي الله جل وعلا. أعظم موقف في الحياة يوم أن يقف العبد بين يدي ربه. ولذلك الصلاة الخاشعة تزن إيقاع الحياة. أنت ضائق صدرك، ضاق رزقك، كثر مرضك، كثر همك، كاد قلبك وصدرك أن ينفجر، تقلبت عليك الليالي وتلومت، علاقتك بالصلاة ضعيفة. أما ولو أنك تصلي كلما جاك أتاك الهم، أليس الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشعين المنيبين المنكسرين الذين إذا وقفوا بين يديه
سجدت قلوبهم قبل أن تصل الجباه إلى الأرض. الصلاة أيها الأحباب ليست حركات رياضية مفرغة من الروح، الصلاة ليس خفض وركوع. ولذلك من أقبح ما تسمع بعض الكتاب وبعض المتفيهقين ينزعون روح الصلاة فيقولون الركوع يجعل الدورة الدموية تفعل كذا، والدم يندفع إذا سجدت إلى الدماغ ثم ينفجر إلى العروق. إن تفريغ الصلاة من روحها والحديث عن أنها حركات تنشط الدورة الدموية هذا تفريغ للروح. الصلاة لقاء العبد واتصال العبد بالله، وهو فوق الأرض لا يمكن أن يستغني عن الله، ولذلك بنى الله فوق ملكه بيوتا له. وهنيئا لمن إذا قال المؤذن الله أكبر رقص القلب فرحا وانطلقت الأقدام بعد أن تغسل الأبدان أطرافها بالماء النمير ويلتقي بربه ويقابل ربه. السلف الصالح منهم من كان إذا توضأ، ومنهم زين العابدين عليه رضوان الله ورحمته كان يصفر وجهه. ورويت عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما: لماذا يصفر وجهك؟ قال: ويحك إني أسير للقاء ربي، يسير إلى لقاء ربي. يقفون بين يدي الله وقد نسوا الدنيا. يقال أن السلف، أحد السلف، سقطت اسطوانة المسجد ولعله ابن يسار، يعني عمود المسجد، سقط وانهدم بسبب سيل أتى مدينته، وكان في ركن المسجد القصي وما علم بسقوط المسجد، حتى أتى أهله لينقذوه فوجدوه قائما يصلي بقلبه، يرتفع إلى السماء بروحه، وبين يدي مولاه قانت. ولذلك أيها الأحباب صلاة العبد لربما كلنا الآن ولله الحمد كلنا قد أدينا الصلاة، لكن صلى مصل بجوار آخر الآن في صلاة العشاء. ما بين صلاة هذا وصلاة هذا كما بين السماء والأرض. من المصلين من صلى ففتحت أبواب السماء لصلاته، لأن الروح ولأن القلب ولأنه يخفض ويركع سجود قلب قبل بدن، ولذلك رحبت السماء بصلاة بعضنا لأن مادتها وروحها الخشوع كانت يجملها. وبعضنا لربما لفت صلاته كالثوب الخلق ثم ضربت في وجهه، ثم نادت هي: ضيعك الله كما ضيعتني. لما؟ لأنه كذب وهو بين يدي الله، قال الله أكبر وزوجته أكبر وأبناءه أكبر والمقاضي اللي عقب الصلاة أكبر ومواعيده أكبر وجواله الذي يعزف في بيت الله مقطوعة الخنا أكبر، ما سكره. إن بعضنا يكذب في أن الله أكبر. ولذلك قال الحبيب: يدخل الرجل في صلاته ولا يكتب له إلا شطرها إلا ربعها، إلى أن قال عشرها، ثم قال: يدخل الرجل في صلاته ويخرج ولم يكتب له منها شيء، أي أنه قد يؤديها فتسقط التبعة الشرعية عنه، لكنها في الحقيقة ما قبلت. ولذلك أحبابي الخاشع في الصلاة هو المنيب المؤمن، هو الذي أثرت الصلاة في حياته. الله يقول عن الصلاة أنها تنهى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أليس من المصلين من يأكل الربا؟ أليس من المصلين من ينظر إلى النساء؟ أليس من المصلين من يستعذب الغناء؟ أليس من المصلين من يفجر في الدعوى؟ أليس من المصلين من يلعن ولسانه قذر بالشتائم والفحش؟ أي صلاة هذه؟ لماذا لم تنهى بعضنا الصلاة مع أن الله قرر في كتابه أنها تنهى؟ تدرون لماذا لم تنهى؟ لأن الذي ما نهته ما صلى صلاة الخاشعين، لأن الصلاة التي تنهى هي الصلاة التي يصليها العبد وهو يعتقد أنه لن يصلي بعدها صلاة، التي تسمى كما ورد في أثر: صلوا صلاة المودعين، صلوا كأن الله يراك، فإن لم يكن يراك فإنك تراه.
كأنها هي درجة الإحسان والمراقبة. ولذلك لو قيل لأحدنا هل ترضى أن تكون صلاتك هذه التي فرغت منها آخر صلاة لك في الحياة؟ من يرضى منا أحبابي؟ من اللي يبغى يعيد صلاته؟ الجميع. أليس هناك صلاة ستصليها ولن تصلي بعدها؟ كل الذين نقلوا إلى المقابر صلوا صلاة ما صلوا بعدها. هل كانوا يعلمون أن تلك الصلاة هي الأخيرة؟ ولا واحد منهم. ولذلك لو علموا لسجدوا سجدة ما رفعوا رؤوسهم بعدها، لكنهم ذهبوا، شغل السيارة، الله أكبر، السلام عليكم، سبح، هلل، استغفر، رقع ما نقص منها بالسنة الراتبة، مشغولين. وكل واحد في المسجد مشغول ويحمل أشغاله اللي خارج المسجد أمام الله، ما كبر الله وما عظم الله. كيف بين يديه وهو الذي خلقك لعبادته وتنشغل بعباده الذين خلقوا معك؟ أنت خلقت له، فلماذا لا تكون واحدا له سبحانه وتعالى؟ ولذلك الصلاة الخاشعة لها علاقة بالتوحيد. أخشعنا أعلمنا بربنا، أعرف الناس بالله هم أخشعهم. وإذا كان يقف بين يدي الله وما يعرف الله تلقاه يناظر في الجوال وينظف أنفه ويزين ساعته ويصلح شماغه وينظر في الورد وفي الجبس الملون ويتذكر مواعيده، ولا يجد مفاتيحها الضائعة إلا في الصلاة، لأنه ما عظم الله. وإلا فكيف؟ هل يوجد إنسان يأتي متأخرا؟ الله جل وعلا وصف المنافقين أنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه الصفة يا أحبابي في من؟ في المنافقين. أما تلاحظون أن بعض الناس من غير أهل النفاق شاركوا المنافقين فيها؟ يأتي وهو كسلان، وإذا صلى كأنه مربوط في المسجد، يبغى ينتهي التسليمة الثانية عند الحذاء، سبح، طالع وين؟ السؤال: أنحن إذا انتهينا من الصلاة نخرج إلى أين؟ هل سنخرج للقاء أحد أغلى وأحب إلينا من الله؟ نحن في بيته. فلماذا يخرج بعضنا؟ من أسبابها أن الشيطان أوكل أعوانه، خنزب أو خنزب، وهو جنس من الجن والشياطين متخصص لإفساد صلاة العبد الذي عجز هو أن يمنعه من الوصول إلى البيت، إلى بيت الله. ما استطاع أن يمنعك من أن تصلي. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية أحدكم 3 عقد. كل عقدة ماذا يقول الشيطان؟ عليك ليل طويل فارقد. لا يريده أن يصلي. ولذلك أثقل الصلوات على الناس صلاة الفجر هذه الأزمان. الشيطان قد عقد. ولما قيل يا رسول الله أن فلانا طلعت عليه الشمس ولم يصلي الصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. الشيطان، نعم. ولماذا نستنشق 3 مرات في صلاة الفجر ونستنثر؟ وأوجب ذلك بعض أهل العلم أن الاستنشاق يكفي واحدة، إلا في صلاة الفجر فقد أوجب بعض أهل العلم الاستنشاق والاستنثار 3، لأن الشيطان ينام على خيشوم العبد، ينام هنا حتى يثقل. ما تلاحظ راسك ثقيل وبعضنا سهران الليل كله لأن يبقى على الفجر ساعة ويجي لذة النوم على عينه. طيب ليه ما جاءك الشيطان عطاك النوم الساعة 12؟ ليه الساعة 3:30؟ لماذا قبيل؟ لماذا أحسن قفلة في النوم قبل أذان الفجر؟ لأنه يسكب العسل الشيطاني على عينك ثم يثقل رأسك، لأنه جاث على خياشيمك، فأنت تستنثر لتذهب أثر الشيطان عليك لتقوم. فقال الحبيب: فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدة، وإذا صلى انحلت عقدة، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وأحد أكبر أسباب الاكتئاب والضيق والتعب وتغير الأخلاق وسوء الطباع في موظفين وفي الطلاب وفي المعلمين هو أن بعضهم يخرج في غير ذمة الله، ما صلى الفجر جماعة، لأن الشيطان منعه
أن يأتي إلى بيوت الله. فإذا أتيت سلط الشيطان أعوانه لإفساد الخشوع عليك. ولذلك أحبابي نحن في صراع، نحن في جهاد، لأن الشيطان قال لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ما في مكان، قدام ورا يمين يسار. ولذلك يغتالك من تحتك، لا يريدك أن تصلي. تدري لماذا؟ لأن الصلاة تقود الطاعات جميعها في حياة الإنسان. إذا فسدت الصلاة فلا تسأل عما بقي من طاعاتك. واحد طالع للبر وناسي عمود الخيمة وجايب 200 طنب الأطناب، أينفعه أطنابه 200 وعمود الخيمة ليس معه؟ ما تقوم خيمة. هذا مثل بعضنا، كريم مبتسم واصل متصدق لكن في عذروب بسيط ما يصلي. وش رأيكم بسيط هذا؟ كأنك تقول فلان ونعم بس كافر، نسأل الله العافية والسلامة أنت. ولذلك أيها الأحباب إن بعضنا ضيع الخشوع في الصلاة أو ضيع الصلاة، والصحيح أن من ضيع الخشوع فقد أضاع الصلاة، لأن الصلاة روحها الخشوع. الخشوع انكسار القلب، الخشوع إخبات القلب، الخشوع سجود القلب، الخشوع معرفة الله بالخضوع له، الخشوع هو خوف القلب من الله، خوف السر اللي جعل السلف يسقط هذا إن صحت الرواية عن عروة بن الزبير بن العوام عندما قيل في قطع قدمه وهو ضيف على الوليد بن عبد الملك، قطعت قدمه ولم يشرب خمرا. لما؟ لأنه إذا صلى عرجت روحه، كما أن الصلاة فرضت في السماء، من لم تعرج روحه في الأرض إلى الله وهو متصل بالله فصلاته ناقصة. لذلك لماذا تقطع قدمه؟ أن يا أخوان لو يعطس واحد في الصف السابع بعضنا يمكن من الخوف راحت خشوعه في الصلاة كله. ولو يتذكر أحدنا موعدا بدأ يدعو على الإمام نطول في السجود بيطلع، وبعضنا من قلة الخشوع يسابق الإمام، مع أن المسابق مسكين. قال بعض أهل العلم المسابق أحمق، لأن في النهاية ممسوك في التحيات، الله يجزاك خير. تقدر تطلع قبل الإمام؟ هل تستطيع أن تخرج من الصلاة قبل الإمام؟ طيب تسابقه ليه؟ الله لماذا لا تكون لا توافقه ولا تخالفه ولا تسابقه، بل تابعه. حتى الشيطان بسرعة وما تطلع، أنت ممسوك، لكن الشيطان يريد أن يفسد صلاتك. إذن الخشوع خوف القلب، إخبات القلب، انكسار القلب، سجود القلب، هذا الذي يجعل الإنسان يتلذذ. أنتم شفتوا في الرياض واحد إمام شكوه المسجد لأن صلاته سريعة، تلقى 35 صف وراه. وفي صلاة التراويح ماذا نقول؟ أحسن إمامنا 7 دقائق كذا سفري على طول معطينيها ومسلم، إمام ممتاز. تدري هذا اللي يسرع بك في الصلاة، الله أكبر سمع الله أكبر، هذا ما صلى وما صلى خلفه. هذا من هو؟ هذا إمام أخذ على نفسه عهدا أمام الشيطان أن يصرف عباد الرحمن عن الله وهم قائمون بين يديه في أسرع وقت. ولذلك إذا رأيت الإنسان يسرع، الحبيب حكم على المسيء، والحديث صحيح، حكم على المسيء في صلاته، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حديث أبو هريرة، لم يصلي؟ نعم لم يصلي، مع أن الحبيب يرى ركوع ويرى سجود ويرى قيام ويرى تحيات ويرى سبحان سمع الله لمن حمده، كيف لا لم يصلي؟ لأن هذه الصفة ليست الصلاة التي شرعها الله على عباده، وليست الصلاة المقبولة، والله من أعظم الخسائر. ولذلك قال العلماء أخطر سارق من يسرق من صلاته. الحرامي بعضنا يسرق مال، بعضنا يسرق أحباب متاع، لكن أخطر من يسرق واحد يسرق من نفسه، يسرق من صلاته. أنت إذا أقمت إذا وقفت، يعني أحبابي نحن إذا أردنا نصلي اللي بنطلع له أبناء، أعمال، تجارة، بيد من أن يحفظها لنا؟ من؟ الله. طيب أنت أمام الله لماذا تخرج عنه؟ لماذا تنصرف عنه؟ لماذا لا تصلي صلاة مخبتة قانتة؟ لأن كل من ستخرج له بيد الذي أنت وقفت بين يديه. معادلة الشيطان ما يريدنا أن نتذكرها. كل اللي في يدك. طيب عندك آمال،
بيد من أن تفرج كربك وتحقق آمالك؟ أليس بيد الله؟ في أعظم من أن تقف متصلا. والله وتالله لو أن الله أمر كل من أراد أن يتصل به أن يذبح ولده أو يقدم ماله لقدم العباد الخلص أبناءهم فداء عشان ينالون ساعة للقاء الله. يا أخي مجانا الله يحفظك، قليل من الماء هذا يكفي للوضوء. الحبيب كان يتوضأ في مد، المد قارورة موية صحة الصغيرة وخذ منها بيالة أقل من 300 ملي، وتتوضأ وتقول الله أكبر بحقها، أكبر بحقها. هل الله أكبر؟ كبير في قلبك، كبير بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، فهنا تقابل الله. أسألكم بالله، لو تريد تقابل تاجر من تجار الدنيا اللي حاطين قدامه 3 سكرتيرين وما أدري وش بعد ورجل أعمال ومنسقين، تقدر تدخل عليه بكرة الصباح؟ أتحداك والله ما تستطيع إلا بمواعيد. ويمكن أنا تعرفون فلان، قالوا والله نعرف زوجة سواق أخوه، يعني عشان يوصلك بمن حتى يوصلك إليه، حتى تصل إليه لتدخل عنده. يا أخي المخلوقين أذلونا لحتى ندخل عندهم، ويمكن تدخل. وترى بعضنا يحب التجار وعمر التجار ما أعطوه ريال، بس يحبهم ويحب مجالسهم ويحب يروح معهم ويصور معهم سيلفي. والله لو يتسلف ريال ما أعطاه، لكن يحبه يناظر فيه. يا أخي اذهب إلى العظيم الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي بيده الأرزاق والآجال. الله من منته أتاح لي ولك أن نقابله متى ما شئنا، ليلا ونهارا، إلا في أوقات قليلة من أوقات النهي التي لا تتجاوز مجموعها ساعة أو ساعة ونصف. وبعدها الله بل من عظمته أن ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه حتى يسمع الحاجات. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ وبعضنا في هذا الوقت له غطيط، ولو واحد من التجار قال أبشر بجيب لكسس، بس إذا طقيت الباب تقول ألقاك واعي تالي الليل، كان قعد 5 سنوات واعي ينتظر الجيب. يمكن ينتهي النوع من السيارات وما بعد جاه، لكن ينتظر راعي السيارة اللي بيعطيه، قال إنه وعدني ووعده صادق وابو فلان ما يكذب وعسى الله يرسله لي. طيب ما ربك جل وعلا كل أمنياتك بيده، بل حديث نفسك يعلمه، وما بيده وما بيدك وما بيد خلقه منه وحده، فلماذا لا تستيقظ له؟ لماذا لا تبكر لبيته؟ إذن أحبابي، قضية أن الإنسان يخشع أو لا يخشع هذا له علاقة بمعرفة العبد بربه. لو قال لنا عظيم من عظماء الدنيا قابلني، أحبابي الثوب اللي نصلي به الآن، الثوب اللي نصلي به الآن، والشماغ اللي نصلي بها، والطيب اللي تطيبنا به، لو قيل لنا أن رجلا من علية الناس ومن عظماء الخلق الآن صلينا العشاء صحيح، بتقابله بعد ساعة، بتغير ثوبك ذا؟ بيغير الثوب بعضهم ويغير الشماغ ويترجل ويحف شاربه، ما قلت حلق لحيته قلت يحف شاربه، ويحف شاربه ويتطيب ويبكر. متى بنقابله الله يحفظه؟ 10:30 يجي 9:30 ما شاء الله. وإذا ما وهو مع أن هذا الرجل لن يقابله إلا 1:30، فإذا قابله وقد سهرت عينه عسى ما صيفنا عليك أبو فلان، تعبك طال عمرك راحة ما شاء الله. والإمام لو يتأخر في الإقامة دقيقتين وقعوا الجماعة كلهم ورقه للفرع الوزارة، نسأل الله العافية. إمامنا يطيل في الركوع ويتأخر دقيقتين، ما لو تأخر عنه يؤخرك والملائكة تستغفر لك، أنت تلتقي بربك، أنت في بيت الله. لماذا نستعد للخلق ولا نستعد للقاء الخالق؟ تدرون ليه أحبابي؟ لأنه يحتاج التوحيد إلى مراجعة ومغذيات للقاء الله. أعظم مظهر من مظاهر التوحيد أن تقف بين يدي رب العبيد مناجيا منكسرا، لأن هذه العبادة أول ما يحاسب عليه العبد. يقول عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه العبد صلاته، فإن صلحت أفلح وأنجح، وإلا خاب وخسر. الله أكبر. ولذلك أحبابي شرع الله لنا في الصلاة، لأننا ما نرضى على خشوعنا جميعا، شرع لنا من جنس الصلاة نافلة. صلاة النافلة ترقع
ما نقص من الفريضة. وإذا رأيت أحد الناس لا يأبه بالسنة الراتبة كما قال الإمام أحمد وغيره: اغسل يديك منه. هذا اللي يصلي ولا يصلي النافل اغسل يديك منه. أجل الله يحفظك اللي ما يصلي أبدا، غسل الحي منه، مو بيديك. لذلك الإنسان إذا قل قدر الصلاة في قلبه أو قل خشوعها في صدره، اعلم أنه قل عظمة الله في صدره. والعظيم سبحانه إذا وقف العبد بين يديه يناجيه نظر إلى قلبه وإخباته له. ولذلك أحبابي تلاحظون من منا يتذكر يوما أنه خشع وبكى أو رق وهو يسمع سورة الفاتحة؟ الله أكبر، أعظم سورة في كتاب الله، أعظم دعاء في الكون كله، أعظم دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، لا هو أعظم دعاء في الحياة كلها سورة الفاتحة، لأن اللي علمنا هذا الدعاء هو الله. والدليل أن الدعاء إذا قال الإمام ولا الضالين ماذا نقول؟ آمين. إذن هو كان يدعو ونحن نؤمن. من منا في هذا الدعاء الذي وأعظم ما يطلب العبد في الحياة؟ أعظم طلباتك ما هي؟ بعضنا يقول زوجة، وظيفة، مال، ولد. لا، أعظم طلب في الكون والحياة اهدنا الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم المنتهى جنات النعيم. ولذلك من الذي إذا قال اهدنا الصراط خشع وبكى؟ لأنه يسأل الله الفلاح، لأن الصراط المستقيم هم الفريق الواصل للجنة من الذين أنعم عليهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. من اللي بكى منا خشع. تدرون لماذا أحبابي؟ لأن بعضنا يقف وجعل الصلاة عادة، جعل الصلاة عادة ما رفعها إلى كونها عبادة. لماذا يصفر وجه الحسن بن علي رضي الله عنهما؟ ولماذا ذاك الذي إذا وقف يكرر آية؟ محمد عليه الصلاة والسلام صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه، جلس ليلة كاملة يكرر آية واحدة. أتدري ما هي؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك. الله أكبر. آية. ويقرأ عليه ابن أم عبد خارج الصلاة فيبكي: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. لماذا يبكي عليه الصلاة والسلام ولديه حجز مؤكد إلى جنات النعيم؟ وأنا وأنت يا الله حسن الختام يا رب العالمين لا ندري. ما بكى الباكون أمام الرحمن إلا لأنهم استحضروا أنهم بين يدي الله، أنهم بين يدي الله. وأقسم بالله يا أحباب لو استحضرنا أن الله أكبر تكشف الحجاب بينك وبين الله، تكشفه فيكون الله تلقاء وجهك، والله ما تحد البصر. أبوك إذا نظر إليك أتحد النظر في وجهه؟ سبحان من له المثل الأعلى، وله المثل الأعلى. لا أقول أنك تنظر إلى الله في الدنيا، الدنيا لا ينظر إلى الله، في الدنيا لا تنظر إليه العيون، أما في الآخرة نعم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ننظرها الله لا يحرمنا وإياكم لذة النظر إليه جل وعلا. نعم، إنك أمام الله، أنت أمام المخلوق تحط عينك في الأرض، وكل واحد منا مخطي ولا ما هو مخطي؟ من منا أحبابي ما شاء الله مكمل الواجبات ومتبعها بالنوافل؟ لولا ستر الله لما جلس أحدنا إلى أحد، ولو أن الذنوب لها روائح لما أطاق بعضنا أحدا، ولو أن الذنوب إذا أذنبنا نكتت في الوجيه ليست في القلوب. الحين الذنب ماذا ينكت؟ في القلب. لكن لو الله يقلب النكتة هذه النقطة السوداء في الوجيه، ويمكن بعضنا ما يعرف بعض، نصلي الفجر مساك الله بالخير يا أبو فلان ما عرفته، يا أخي وش فيك؟ أنا ما تعرفتني لأن في الليل سكر www وخاض مع الخائضين ودخل مع سراديب الظلام هذا فعصى الله فسود الله وجهه. لكن الله سترنا، الله سترنا يا رب كما سترتنا فاغفر لنا. أقول أحبابي هذا العظيم إذا وقفت بين يديه كأنه تلقاءك. ولذلك درجة الإحسان كما في حديث عمر أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه انزل للمنزلة الثانية فهو يراك، يقينا هو يراك، هو الذي يراك حين تقوم
وتقلبك في الساجدين، هو العظيم سبحانه وتعالى. لذلك العبد إذا قال الله أكبر، ما تلاحظ الآن لو